شوفوا بقى يا جماعه، ده الجلاش، ده البقلاوه. انا لقيتها غاليه في السوق فرحت قلت والله لا هعملها. شوفوا بقى، ده فول مطحون على جوز على سكر اهو. هنقلبها بشويه ميه، تحط ميه كده اهو وتقلبيها عشان لما تيجي تاكليها تمسك معاكي ما تفرفطش. يا جماعه شوفوا المنظر ده كده. نروح حاطينها فوق بعد طبعا ما حطيت ما بين كل ورقه جلاش والتانيه سمنه. نعملها كده وبعدين بقى نكملها بقيه الجلاش التانيين اهو. دي بقى اخر ورقه اهي يا جماعه. طبعا ما بين كل ورقه والتانيه سمنه. دي اخر ورقه بقى ان انا هحطها كده. نبتدي بقى نتنيها كده من جنب اهو كده. شوفوا يا جماعه، دي اهي، دي بتاعت لو ما حدش غالي عليها لان دي بتاعت امي، فيها شكلها كده. انا ما اعرفش والله بتتباع في السوق ولا لا، بس هي يعني دي تقطع شكل البقلاوه كده. بس بعد كده بقى هحط عليها سمنه وادخلها الفرن ونعمل عسل، نص كوبايه سكر على كوبايه ميه ونص ليمونه بس. ولما تطلع بقى اوريها لكم يا جماعه. بعد ما طلعت شوفوا الحلاوه. الصينيه دي تجيبوها بكام من بره؟ قولوا لي بمبلغ صح؟ عملناها في البيت اهو باقل التكاليف. حبه فول، حبه جوز هند، يعني كله هو تحفه. ازاي ذمه بالذمه بالذمه تجيبها بكام من بره؟ قولي. 500 جنيه. كام؟ 500 جنيه. 500؟ حق 500؟ يعني 150 200. 150 200. شوفوا انا عملت لكم بورق جلاش، حبه جوز هند وفول سوداني. يعني مش عارفه اتكلم بصراحه على الحلاوه. يلا جربوها بقى، هاتوكوا ورق جلاش وجربوها بالطريقه دي، والله العظيم جميله جدا وحلوه، بس اعمليها بالسمنه البلدي. يلا اشوفكم على خير، باي باي.